وتلموا الحبايب وتلموا الحبايب اتلموا الحبايب اتلموا الحبايب اتلموا الحبايب اتلموا الحبايب اتلموا الحبايب اتلموا الحبايب. شجعونا يا جمهورية. احنا بكرنا مفيش مكاننا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبنا متابعينا اخواتنا في جميع انحاء العالم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. قبل اي حاجة كده يا جماعة، كله يصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. لايكك الجميل، لو ما حطيتش لايك مش مشترك معايا في جمهورية احمد وامل وجميع قنوات عيلة احمد وامل، فاتك كتير وهيفوتك اكتر واكتر لو ما اشتركتش وانضميت لعيلة احمد وامل. اخواتي وحبايبي، قبل اي حاجة كده بطلب من كل واحد موجود على الساحة ما يتكلمش الا ما اخلص كلام. المروحه خدي مني يا ماما كده عشان ايه؟ اشكر والله ما هي ساكته بنتها يا حبيبي. اشكر ايه اخواتي وحبايبي. بصوا يا جماعه، انا تعالى يا بابا تعالى. يا خلاصوا ده الحضن اللي اخواتي وحبايبي، قبل ما نبتدي الفيديو، طبعا الفيديو بتاعنا لسه ما ابتداش، انا بحب اشكر كل اخ وكل اخت اعتبروني اخ ليهم. اخواتي وحبايبي، قبل ما نبتدي الفيديو، طبعا الفيديو بتاعنا لسه ما ابتداش، انا بحب اشكر كل اخ وكل اخت اعتبروني اخ ليهم، سواء اخت او اخ اعتبروني ان انا اخوهم، او كل ام او كل اب او كل حد في العالم اعتبرني ان انا واحد من عيلته. ربنا يا رب يسعدك، ويا رب تشوف فرح الدنيا وسعاده الدنيا كلها بين ايديك، مقابل عايزه عودي. خدي داي مقابل طبعا الفرحه اللي انا شفتها في عيون الناس والبهجه والسعاده، ان كل الناس كانت فرحانه جدا 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 في امبارح. انا بص اللي شفته امبارح، اما قبل امبارح والكلام ده كله انا ما شفتوش ومش عايز اشوفه. المهم خلينا من امبارح. ابن امبارح لسه بص يا اخواتي، بص يا اخواتي، انا يا اصحابي يا احبابي يا ابناء، انا ما عنديش اصحاب، انا عندي اخوات، ما عنديش اصحاب. العالم كله اثبت ان احنا بنحب احمد كاخ، مش صندل كصاحب. الموزك ده اي مش كصاحب او كصاحب محتوى. طبعا احنا عاوزين بابا يا لولي يكمل. ما حسيتش ان الكلام ده ابدا ابدا. بحب اعتذر من كل قلبي لكل شخص كان معايا في الفيديو. قدر الله ما شاء فعل، وده كان قدر عليا وعليك وعلى اخواتي وعلى اهلي وعلى كل الناس وعلى متابعيني. وعلى كل الناس اللي كانت متابعيني. وعلى كل الناس اللي كانت بتحبني. ده كان قدر وصاب الجميع. ودايما كنت جوه بقول يا ابن ادم، لو العالم كله اجتمع على انه يضرك بشيء مش هيضرك غير اللي ربنا كاتبه لك. ولو الناس كلها يا احمد وقفت معاك وهتفوا باسمك ان انت تطلع، مش هتطلع غير لما يكون ربنا كاتب لك في الوقت وفي الميعاد. فبحبكم كتير، وطبعا يعني انا بقول لكم بكل ثقه اللي فات من حياتي كوم ونقطه ومن اول السطر. احب اشكر كل صاحب محتوى او كل شخص موجود على منصه اليوتيوب. يعني لو دعالك دعوه، يعني دعوه دي ربنا يجزيك بيها ويكون مقابلها ان انت لو وقعت في ضيقه او وقعت في اي شده او وقعت في اي كرب، يعني اكيد ربنا بالقلوب البيضاء اللي انا شفتها من الناس اكيد ربنا هيوقفهم، يوقف الدنيا كلها معاهم برضه. طبعا يا اخواتي، اقسم بالله انا كنت عايز اقول كلام كتير قوي 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 قوي. انت غلطان يا حبيبي. حسيت ان الكاميرا اتفتحت، حسيت ان انا ما بتكلمش في فيديو، حاسس ان انا بتكلم في بث مباشر، مش عارف اقول فيه ايه. عايز اوجه اعتذار من قلبي لابويا ولامي ولاخواتي ولشريف. لا يا حبيبي. ولكل شخص، احمد ايمن صاحبي معايا، ومحمد سامي واصحابي اللي زعلوا عليا والمتابعين اللي زعلوا مني. طبعا انا كصاحب محتوى بامانه كان نفسي من كل قلبي مش اشكر، هي الشخصيه دي ما تتشكرش. انا مش هشكرك ومش هقول لك شكرا، الكلام اللي بقول لك شكرا وربنا يخليك ليا، لا انا بالفعل حياتك معايا لغايه الموقف ده كوم، وحياتك معايا من الموقف ده لغايه ما انا اموت او القدر يجي في الحياه.
ده هيبقى طعم تاني. ربنا يخليكم لبعض يا حبيبي، يطول في عمرك يا حبيبي. مش شايفها ان هي تكون ليك اي كلام شكر، وكلام اللي انا اقوله ده بامانه ربنا مش يخليكم شايفه لبعض. اللي ممكن يتقال لي شكرا يا امل، ربنا يخليك ليا والكلمتين دول. يا جماعه الكلام ده محتاج سقف. امال امال مش كده ليه؟ ايلين يعني هي السند وهي الظهر وهي اللي كانت بتصبرني وحاجات كتير انا لو قعدت احكي لكم عليها طبعا في فيديوهات جايه كتير، وخد بالكم انتوا عارفين ان انا لساني فالت مني وهفضل كل شويه ايه اقول حاجه. المهم زي ما شكرت كل الناس وواجب عليا ان اقول لكل شخص دعالي ربنا يجبر خاطرك ما يحطوا في دقيقة ابدا في دقيقه يا رب. النقطه الثانيه بشكر كل شخص قال في حقي كلمة صحيحة أو مش صحيحة، كانت تسيء ليا أو كانت تضرني في الوضع اللي أنا كنت فيه. أنا عايز أركز على الكلمة دي قوي علشان أنا مش هتطرق أكتر من الكلمتين دول. أنا بشكر كل شخص كان معايا، بشكر كل شخص كان معايا عيش وملح، كل شخص عرفني، كل شخص صاحبني، كل شخص لو كلمني في تليفون. بشكرك من كل قلبي على اللي أنت علمتهولي. كل شخص قال في حق كلمة وحشة كان قريب مني جدا، يديك الصحة يا مفيش رب. شخص ما قالش عني كلمة وحشة وهو بعيد عني، لا دايما طلعت من القريبين. أنا بشكركم كلكم جميعا وبقول لكم انتم علمتوني درس عمري ما كنت في حياتي اتعلمه، علمتوني حاجات كتير قوي 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 وحاجات كتير قوي قوي قوي. بمعنى اصح عرفت عدوك من حبيبك. انا ماليش عدو، لو انتم شايفيني عدوكم فانا لا اراكم شيئا. لو انتم شايفيني عدو ليكم انا مش شايفكم في حياتي تاني. تعالوا بس اقول لك انا طلعت بدعاك انت والله الحمد لله يا حبايبنا. والله عايز اوجه كلمتين لكل شخص كان مفكر نفسه ان هو اخ ليا وكنت انا مفكره ان هو صاحبي واخويا طول العمر، وغدر وخان وقال فيا ما ليس فيا. بامانه انا مش صم، مش هرد عليكم ومش هقول غير انا هسيبكم لوجه الله. اقسم برب الكعبه لو نويت ان انا ارد باللي عندي لأقلبها جهنم وبئس المصير عليكم. حسابي بس عايز اقول لكم انت غايب عن حبايبك بقالك شهر. عايز اقول لكم بامانه اتعلمت كتير. كان اختبار ليا من ربنا انه قال لي انت في حياتك ناس ملهاش لازمه، شغل الغربال بتاعك وشوف الغربال هيصفي منه ايه. الغربال صفى فيه. انا بحب اقول للناس اللي نزلت من الغربال مش الكل نزل من الغربال، الاصيل وابن الاصول. الغربال كان مانع ما نزلش. صاين العيش والملح هو اللي فضل في الغربال. شكري الاخير لمستر عاطف ومستر حسام على وقفتكم ليا. انا مش هشكركم لحد الشهر.